طبعا هذه القصة عن الحافظ بن كثير، وقالها عن الهيثم بن عدي. أصحاب المراجع تهموا بالأسماء هذه، بس عشان يطمن قلبك إنه القصة صحيحة مؤكد. في يوم من أيام العرب كانوا 3 جالسين حول الكعبة بعد صلاة العشاء متكين، ما عندهم من الشيطان طاري، توهم مصلين العشاء وسوالف شو العلوم وش أخبار العرب الجديدة وش ما جديدهم. 3 واحد منهم نقص قال يا ربع أنا في خاطري سؤال. قالوا له اسلم. والله ما عندنا شيء، أعطنا سؤال. قال ودي أسألكم من هو أكرم العرب في وقتنا الحاضر الآن. وقتهم الحاضر كان تتكلم عن حقبة زمنية فيها الصحابة، ما بعد الصحابة التابعين خلفاء الراشدين حولهم في الحقبة الزمنية يعني من سنة 100 ودون للهجرة. قال واحد منهم يا الربع والله من سؤالك صراحة يدعو إلى النقاش. واحد منهم قال كذا، أنا أتوقع لأنه صراحة سؤال كان في وقت مباغت واضح إنه بتكون على سهرة الليلة السؤال هذا. قال واحد منهم أنا أتوقع بوجهة نظري إنه قيس بن سعد بن عبادة هو أكرم العرب. قالوا إيش؟ قيس بن سعد بن عبادة أكرم العرب الآن؟ قال الآن. أول شيء الربع خذوا تبريري، أول شيء هو صحابي وأبوه صحابي وكريم ورجال اللي في جيبه ما هو في يده، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبوه الراية في يوم فتح مكة، ورجل له فضائل كثيرة، رجل يجود. ما سمعتوا عنها موقف الفار؟ قالوا وش موقف الفار؟ قالوا جتها واحدة قالت له يا قيس إني أشكو إليك قلة الفأر، يعني بيتي ما يدخل فيران، ما في أكل، فاضي البيت. فرد عليها قال لها ما أجمل الكناية، إنها كنت إن بيتها فاضي بأنه ما فيه فيران، يعني ما فيه شيء يأكلون. فرد عليها قال ما أجمل الكناية، كيف إنها كنت بيتها ما فيه شيء وإنها تبغى تطلب مسألة واحتياج، وقالت إنه ما عندي فيران، يعني ما عندي فيران. قال اللي عنده املأوا بيتها، لأنه كان تاجر وكان يكرم. قال ممكن ما قنعتكم، طيب خذوا الموقف الثاني. قالوا وش بعد؟ وش سوى قيس بن سعد بن عبادة؟ قال مرض قيس بن سعد بن عبادة، وكان يعني يجود للناس بمال كثير، فيوم مرض فقد الناس ما حد زاره، فسأل اللي عنده العبد اللي عنده قال له يا أخي ليه ما حد زارني أنا مريض؟ قال يا أخي الناس ما يبغون يزورونك من كثرة ما تطلبهم أنت، ومن كثر ما هم مستحين منك، من كثر ما أعطيتهم مسجلينها كديون، فواجد والله ما يقدرون يجونك كلهم، يستحون. قال اطلع وقل لهم إني عفوت عنهم كلهم. إذا هذا اللي بيرد الناس عن زيارتي ولا عن زيارة الناس ولا عن المعروف في زيارة المريض، اطلع قل لهم أنا عفيت عنهم. طلع وقال عفا، وطلع العبد وصاح بين الناس قال إن قيس بن سعد بن عبادة يعفو عن كل من أعطاه أي مال أو منفعة. يقال إن صلاة العصر ما جت صلاة العصر، وكلام هذا كان الفجر، ما جت صلاة العصر، عتبة بابه كسرت ما في باب، من زحمة الناس على باب بيته ومن زيارة الناس له. قالوا والله انك